يا مساء الخير على الجميع. أعرفكم نفسي الأول، أخوكم محمد صاحب شركة الوكالة للبرمجيات وأنظمة البركود. أنا حبيت أعمل الفيديو دوت كده علشان خاطر من واقع خبرتي في السوق، الحمد لله مدة 20 سنة ما بين شغل البرمجيات المحاسبية وإدارة منافذ البيع، وحاليا تجار الجملة بحكم شغلي في شركة فرج الله. شفت حاجات كتير أوي وشفت ناس فاهمة مواضيع غلط بخصوص موضوع البرامج المحاسبية والكلام من ده، خصوصا الناس اللي بتفتح نشاط جديد او اللي عندها نشاط قائم وحابه انها تطور من نفسها او تشتغل بسيستم وبرامج وكده. فوجئت ان في ناس واخده الموضوع غلط او بتتعامل مع الموضوع غلط في انها تختار ازاي البرنامج بتاعها. اهم حاجه ان يجيب الحاجه بسعرها القليل. طبعا ده غلط. حضرتك لو بتاسس مثلا الكهرباء بتاعت محلك او بتاسس الكيان نفسه بتاع النشاط التجاري بتاعك او محلك، لو حضرتك اعتمدت على خامات مش كويسه واعتمدت على صنايعي مش فاهم شغله، فانت بترمي فلوس في الارض. فهي قصه كده، البضاعه، شراء البضاعه حاجه وشراء سيستم بتقوم عليه شغلك حاجه تانية خالص. ففي شويه نقط كده لازم توضحها للشركه اللي انت هتتعامل معاها علشان خاطر تاخد السيستم المناسب ليك. اول حاجه لازم توضح للشركه اللي انت ناوي تتعامل معاها او اللي انت هتشتري منها السيستم الدوره المحاسبيه بتاعتك. يعني ايه دوره محاسبيه؟ انت شغلك قايم ازاي؟ ايه اللي انت محتاجه من البرنامج؟ ايه التقارير اللي انت محتاجها من البرنامج؟ عدد مخازنك، نظام شغلك نفسه، نظام بيعك، طريقه بيعك، لازم توضحها كويس جدا جدا للعميل عشان ما تلاقيش نفسك جبت برنامج ماشي في اتجاه وانت ماشي في اتجاه تاني خالص. فعمركم هتتقابلوا مع بعض ولا هتاخدوا النتائج اللي هتناسبك. فبالتالي انت لو جبت برنامج الدوره المحاسبيه بتاعته او التقارير بتاعته والنتائج بتاعته مختلفه عن اللي انت عايزه، هتبص تلاقي نفسك ان انت رميت فلوس في الارض، حاجه ملهاش لازمه. تاني حاجه لازم تكون عارف ومحدد مين اللي هيشتغل عندك على السيستم ده. يعني ما تروحش تجيب سيستم. ناس كتير قابلتني وبيتكلموا معايا يا استاذ محمد احنا عايزين سيستم للمحل يا باشا، ما تشغلش بالك بالفلوس، هات لنا جهازين 3 4، جهاز اداره ليا وثلاث اجهزه كاشير. ماشي يا عم مفيش مشاكل. اجي اروح عشان ننزل السيستم نبص نلاقي مين يا باشا اللي هيجي يشتغل على البرنامج ده؟ يقول لي انا. دوره محاسبيه بتاعتك علشان تقوم لازم يبقى في حد مستقر قاعد شغال عليها وفاهمها كويس جدا جدا. حضرتك كصاحب مكان انت مش على طول قاعد في مكانك، انت اللي بتروح تجيب بضاعه، وانت اللي بتتعامل مع تجار، وانت اللي بتتعامل مع موردين، وانت اللي بتتعامل مع عمال، وانت اللي بتتعامل مع موظفين. وما اظنش ان انت اغلب الوقت هتبقى موجود في مكانك. فقبل ما تروح تجيب السيستم لازم تكون مقرر مين اللي هيشتغل عندك على السيستم ده، ومين اللي هيقعد مع الشركه وهي بتنزل البرنامج دوت وبتسطبه، يفهم منهم ويتعلم كل حاجه. تالت حاجه لما تشتري النظام لازم تبقى عامل حسابك ان انت بتشتري سيستم يعني نظام يعني ما يعرفش حاجه اسمها نسيت. نظام يعني 1+1=2. فالنظام ما يعرفش يعني نسيت، اصل انا ما كنتش فاضي انزل الفاتوره دي، اصل انا الزبون اللي جالي كان مستعجل وكان في زحمه فما عرفتش اطلع كام بون او كام البيعه اللي كانوا موجودين دولت، ما عرفتش اطلع البون بتاعهم. انت كده بوظت السيستم بتاعك. السيستم ما يعرفش الكلام ده. نظام برنامج شغال بيه، بمعنى كده ان حضرتك مفيش حاجه اسمها تدخل مكانك الا لما تنزل فاتوره المشتريات بتاعتك. مفيش جنيه يطلع من عندك الا لما يكون طالع على بند معين. مفيش بيع يتم الا عن طريق بون او عن طريق ان هو يتسجل على الجهاز. ما ينفعش تقول الدنيا كانت زحمه فانا في كام بون طلعوا من عندي، في كام بيعه خرجت من عندي من غير ما اطلع بيهم بون. حضرتك كده انت بوظت الرصيد بتاعك. تيجي بقى في اخر الشهر او اخر الاسبوع تيجي تراجع الاستوك بتاعك، تبص تلاقي ان الاستوك بتاعك مش سليم. انت الاستوك عندك فيه 10 قطع وانت السيستم بيقول لك المفروض عندك 13 قطعه. بص تلاقي ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما هتخون الناس اللي شغاله معاك، يا اما هتغلط نفسك، يا اما هتقول السيستم ده فاشل. فانت كده هتبوظ السيستم وهتبوظ النظام بتاعك، وانت اللي بوظت شغلك كده بايدك. طالما قررت ان انت تشتغل بسيستم يبقى لازم انت اللي تحافظ عليه، لازم انت اللي تجبر الناس اللي حواليك ان هم يحافظوا على السيستم ده، هم اللي يحافظوا على النظام بتاعه، هم اللي يديروه بطريقه سليمه معاك. مفيش حاجه اسمها انا نسيت او ما كنتش فاضي او الدنيا كانت زحمه او الكلام دوت. رابع حاجه، في ناس لما تيجي تختار السيستم اول حاجه بيدور عليها بجانب السعر طبعا يقول لك نسخه تجريبيه. يعني ايه حضرتك نسخه تجريبيه؟ انت فاكر النسخه التجريبيه ديت هي كده السيستم اللي تشتغل عليه؟ لا طبعا. النسخه التجريبيه ديت زي ما بيقولوا كده تعتبر هي وش القفص، هي الحاجه اللي على الوش من فوق، لكن انت ما تعرفش ايه اللي مستخبي تحت.
اوعى تفتكر ان النسخه طبعا من حقك ان انت تطلب حاجات زي كده، تستكشف بقى البرنامج اللي انت هتدفع فلوس وهتشتريه، لكن ما تفتكرش ان النسخه التجريبيه هي المقياس اللي انت تشتري بناء عليه. انت ما تعرفش لما هتبتدي تشتغل وتنزل قاعده بياناتك والسيستم ده يتربط باجهزه او يتربط بفروع هيبقى عامل ازاي واداؤه هيبقى عامل ازاي. فما تعتمدش على النسخه التجريبيه ان هي اساس شغلك. طب انا يا باشا دلوقتي، طب انا اعمل ايه؟ ما حضرتك انا هشتري سيستم، هشتري عمياني؟ مش لازم ابقى عارف السيستم اللي انا هشتريه ده عباره عن ايه وهيشتغل ازاي؟ طبعا حقك. فسعادتك افضل ان انت تطلب فيديوهات للبرنامج ده وهو شغال عليه قاعده بيانات، واتفرج على الفيديو دوت بدل المره 3 4 مرات وافهمه كويس جدا جدا. واتفرج على فيديو لكذا شركه، واتفرج لكذا برنامج، مش هقف على برنامج واحد لغايه لما اوصل لبرنامج متميز يكون عاجبني وفهمت طريقه شغله ازاي. واسال يعني انا وانا بتفرج على الفيديو كده في حاجات مش فاهمها ما تعديهاش، لا. هم الشركه عملت الفيديو ده عشان ساعتك تتفرج عليه وتسال عن اللي فيه، تستفسر عن اي حاجه انت مش عارفها. فحضرتك لما تتفرج على الفيديو ولو في حاجه مش فاهمها اتصل بالشركه واسالهم انا مش فاهم ديت، طب دي تتعمل ازاي، طب دي انا لو في شغلي قابلتني هل هتبقى مناسبه معايا ولا لا، هل هي هتبقى في البرنامج لما ينزل معايا هيبقى زي كده بالظبط ولا في اختلاف في اي حاجه، هل البنود اللي موجوده في البرنامج في الفيديو اللي انا شايفها ديت هي اللي هتبقى نازله عندي في نفس النسخه ولا هتبقى مختلفه. كل الكلام ده لازم تسال عنه، هتستفهمه. وفي سؤالك دوت على فكره انت هتستشف حاجه تانية، هتستشف الدعم. يعني ايه الدعم؟ دي نقطه 5 انا عايز اتكلم عليها، ان انت لازم تبقى واثق في دعم الشركه ديت ومتاكد ان الشركه ديت دعمها ممتاز، لان ده اللي اهم بقى. يعني عايز اقول لك ان ده يمكن اهم من السيستم واهم من السعر واهم من اي حاجه تانية. ليه؟ انت في اي لحظه انت محتاج دعم. مين اللي هينقذك ومين اللي هيشغلك؟ فرحتي تروح تجيب سيستم كبير او سيستم رخيص وفي النهايه لما يحصل اي دروب ما، دي اجهزه وارد ان يحصل فيها مشكله، قطعه كهرباء ممكن تعمل مشكله. مين اللي هينقذك؟ مين اللي هيقف جنبك؟ الشركه اللي عندها الدعم الممتاز. اي برنامج في الدنيا بيحصل فيه اعطال، سيستم بنك الاهلي نفسه بيقع، سيستم بنوك بيقع، فاي برنامج في الدنيا لازم لا قدر الله هتلاقي فيه عطل. عشان كده بقول لك لازم تهتم بالدعم وتعرف الشركه ديت هتوفر لك الدعم ولا لا. طب انا حضرتك اعرف الدعم ده ازاي؟ يبقى دي تخش على النقطه السادسه، ان حضرتك لازم تطلب من الشركه ديت اللي انت ناوي تتعامل معاها سابقه عمل ليها. مين العملاء اللي انتوا شغالين معاكم؟ تسالهم لهم مين العملاء اللي شغالين معاكم، بعت لي اسامي العملاء وتعرف العملاء ديت، ولو قدرت تتواصل مع حد فيهم تواصل معاه واساله، قول له البرنامج عندك ايه اخباره، السيستم اللي عندك ايه مميزاته وايه عيوبه، الشركه ديت دعمها عامل ازاي، هل بتقف جنبك، هل بتساعدك في اللي انت عايزه ولا بيعطلوك، هل البرنامج فيه لاج، فيه اي مشاكل، في اي دروبات في قاعده البيانات، في اي دروبات اثناء البيع. كل الكلام ده لازم تسال عنه وتعرفه. طبعا من الحاجات اللي لازم تبقى عارفها ان كل البرامج المحاسبيه مهما كانت قيمتها هتلاقي فيها بالنسبه لك حاجات ناقصه. يعني هتلاقي البرنامج فيه تقارير ناقصه، في بيانات ناقصه بالنسبه لك. زي مثلا يعني انت بتحتاج تقييم المخزن بتاعك بسعر الشراء وبسعر البيع. في برامج بتعمل سعر الشراء بس، في برامج بتعمل سعر البيع ومفروض بسعر الشراء، لكن انت محتاجه بسعر البيع وسعر الشراء. فمن حقك ان انت تسال الشركه على حضراتكم لو انا احتجت حاجه زي كده حضرتك هتعملها لي ولا لا، حضرتك هتضيفها لي ولا لا. لازم تتاكد ان الشركه هتعمل لك اللي ناقصك في البرنامج حتى لو بتكلفه اضافيه، بس لازم تتاكد ان الشركه هتقدر تعمل لك اي حاجه انت شايفها ناقصه في البرنامج. تامن نقطه ممكن اتكلم فيها ان انت لازم تعرف البرنامج بتاعك ده معمول بانهي لغه برمجه، ايه لغه البرمجه اللي اتعمل بيها البرنامج. لغات البرمجه كتير، في لغات قويه وفي لغات مش بالقوه اللي تعتمد عليها. وكل لغه برمجه معموله برنامج ليها قيمتها، عشان كده هو ده اللي بيعلي قيمه البرامج. فبالتالي حضرتك لازم تسال ايه لغه البرمجه اللي معمول بيها البرنامج. وحتى لو مش هتفهم لغه البرمجه ده مش هتفهم المسميات اللي هتتقال لك، اسال عليها، احفظها واعمل سيرش على النت تعرفها ايه هي، او حتى اسال اي حد فاهم في الموضوع. انت ممكن تلاقي ابنك نفسه عارف في الايام اللي احنا فيها دي. تاسع حاجه لازم تبقى عارف ان في فرق كبير قوي ما بين برامج الديسكتوب وبرامج الاونلاين. الديسكتوب هي برامج بتتسطب عندك على الجهاز بتاعك، تاخد عليها سيريال وتفعيل، تشتري حاجه ماديه، حاجه ملموسه بتنزل على الجهاز بتاعك، ولا بتاخد مجرد يوزر بتخش على الاكسبلورر بتاعك او المستعرض بتاعك وبتفتح بيه البرنامج. كل حاجه منهم ليها مميزاتها وليها عيوبها، دي تعمل لها فيديو لوحده. يعني كل جزئيه فيهم او كل نوع برامج منهم ليه المميزات بتاعته الكبيره وليه العيوب بتاعته برضه الكبيره. دي ليها تكلفه ودي ليها تكلفه ودي ليها قيمه ودي ليها قيمه. اتمنى اكون بس ان انا وصلت كل النقط المهمه ومفيش حاجه نسيتها. يعني شكرا.